والدة إمام عاشور تفاجئ الجميع بهذا التصريح بعد أخبار توقيع نجلها للنادي الأهلي. شاهد ماذا قالت. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علقت والدة اللاعب إمام عاشور على أخبار توقيعه للنادي الأهلي، وأدلت بتصريحات مثيرة جدا نقلها موقع القاهرة 24 منذ قليل. قالت والدة إمام عاشور: أنا زعلانة جدا من اللي بيقولوه المسؤولين في نادي الزمالك عن إمام عاشور. إمام عمره ما قصر معاهم في حاجة، ولا بخل بنقطة عرق واحدة على الزمالك أيام ما كان موجود في النادي. ده جزاته يا سيادة المستشار. بعد كل ده تطلع تقول ده كان جاي لشحات هو وأمه، وتقول كلام ما حصلش؟ أولا أنا ما كنتش موجودة مع إمام يوم ما جالك. ثانيا إمام من عيلة محترمة وعندهم خير كتير، مش شحات ولا حاجة. أنا مش هقول لكم غير ألف شكر على اللي بتعملوه، وإن شاء الله تشوفوه في ولادكم. أنا عرفت زي الناس إن إمام وقع للنادي الأهلي. أتمنى ده يكون حصل فعلا، رغم إن عيلة إمام معظمها زملكاوية وبيحبوا نادي الزمالك. بس أنا دايما بقوله من زمان: على فكرة يا إمام، أنت لو كنت موجود في النادي الأهلي كان زمانك عملت حاجة كبيرة قوي لنفسك ولإخواتك. حاجة أخيرة: إمام مش هربان من نادي ولا حاجة. إمام في أجازة زيه زي أي لاعب، وبعد الأجازة الناس كلها هتعرف إمام رايح فين.